بسم الله الرحمن الرحيم. ردا على سؤال لأحد أعضاء صفحة جي اس أكاديمي على الفيسبوك. بيسأل بيقول إيه علاقة الجي اس بعلم المساحة؟ بيستفسر يعني علم المساحة هنستخدمه في إيه في الجي اس؟ مسألة بسيطة أوي، محتاجين نبص الأول على الصورة دي، صورة تعبيرية. أنا عندي هنا الجي اس بنمثله بالدايرة السوداء دي، وهنا علوم كتيرة بدوائر مختلفة. ممكن العلوم دي تبقى أكتر من كده على فكرة. بيتكلم على قواعد البيانات الجغرافية، قواعد البيانات آسف، الداتابيز، المساحة الأرضية، استشعار عن بعد، الصور الجوية، أنظمة التصميم بمعونة الحاسوب اللي هي مقصود بيها الكاد. الكاد أيا كان بقى، كان أوتوكاد، كان مايكرو ستيشن، أي سوفت وير. فالترسيم اللي هنا الرسم بالكمبيوتر، وهنا الخرائط الرقمية. العلوم دي بتتقرب من بعض وتبعد عن بعض الجزئيات. يعني الخرائط الرقمية ما هي تقريبا هي عبارة عن الملفات الكاد بعد ما تترسم وتاخد الكوردينات المظبوط بتاعها. الاستشعار من بعد بيقرب من الصور الجوية في مناطق معينة برضه. العلوم دي كلها زي ما احنا شايفين متداخلة مع الجي اس في مساحات. الصورة دي صورة تعبيرية وبتعبر لي وبتفهمني ان علم الجي اس مش علم منفصل بذاته كده بدرسه لحاله. اكيد كل علم في الدنيا بيبقى بيتداخل مع العلوم الاخرى. زي الجي اس ما بيتداخل مع كل العلوم دي. كلها علوم، لو هنلاحظ انها اغلبها علوم مكانية، كلها علوم مكانية بتعتمد على المكان، اللوكيشن. سواء كنت مساحة أرضية، المساحة دي أنا بعمل إيه؟ برسم خرائط رقمية ديجيتال على الكمبيوتر، أو أرسم خرائط وأنقلها على ورق تطبع. كل ده بستخدمه ببرامج كتيرة، منها برامج الكاد. يبقى بستخدم المساحة الأرضية في إن أنا أقيس الأرض، بقيس الأرض وبعمل لها العمليات المساحية المختلفة، سواء كنت بقيس مساحة أو محيط، بقيس elevation ارتفاع، بقيس زاوية. كل ده بيتحط، وبستخدم برامج الكاد في إن أنا أرسم خرائط رقمية أو ورقية. الاستشعار من بعد والصورة الجوية بتتداخل مع الجي اس. فدي كلها علوم مكانية. ومعايا علم تاني، علم قواعد البيانات، اللي هو علم الداتابيز والجداول، وازاي ان انا ازاي ان انا ارتب الداتا بتاعتي في قاعدة بيانات تنظم لي الداتا بتاعتي الكبيرة، وتبونها وتفهرسها وتجهزها ان انا ابدا اعمل سيرش او اعمل استعلام عنها. فكل العلوم اللي احنا شايفينها دي كلها مكانية ما عدا قواعد البيانات، كلها بتتداخل مع الجي اس. فبخلاصة الكلام ان حضرتك لما بتيجي تدرس علم الجي اس محتاج انك تبقى ملم بالعلوم دي. ملم يعني ايه؟ ملم بقدر التداخل، الجزء اللي يهمه. انا مش لازم ابقى راجل دارس قواعد البيانات بالكامل، لان في ناس مهندسين بيدرسوا قواعد البيانات، ده شغلهم. انت مش شغلك انك تدرس قواعد البيانات بالكامل، بس لازم تبقى ملم بجزئية فيها هتتداخل معاك في شغلك. انت مش لازم تبقى ملم بالكاد، انا مش لازم ابقى بروفيشنال على برنامج الاوتوكاد. في ناس، في مهندسين، في مصممين بالكاد هو ده شغلهم. لكن يكفي بس انك تبقى تعرف الكاد وتعرف تشتغل عليه، وفاهم فكرة الرسم بالاوتوكاد، وعارف الجزئيه اللي هتتدخل مع جزء مع شغلك. لانك هتحتاج برامج الكاد دي كتير في انك تحول اوريدي شغل مرسوم بيها وتدخله في الجي اس. هتحتاج قواعد بيانات تفهمها، لان في قواعد بيانات تبقى جاهزه وموجوده اوريدي انا عايز ادخلها جوه نظام الجي اس. وهكذا كل العلوم التانية. هنا بنتكلم على، في اجابه السؤال على المساحه، هنا بيخص بالدايره دي المساحه الارضيه، لكن خلينا نتكلم على المساحه عموما. انا محتاج ابقى عارف مساحه. لازم ابقى عارف مساحه، اعرف علم المساحه بالكامل، يعني ادرس مساحه من الالف للياء؟ لا، سيب دراسه المساحه للمهندس، مهندس المساحه هو يدرسها لان ده تخصصه. بس انت لازم تبقى عارف الجزء اللي هيمس شغلك، ده مبدئيا. طيب ايه هو بقى الجزء اللي هيمس شغلي بتفصيل؟ هنيجي نبص هنا. الجي اس ببساطه كانت وظيفته ان انا احول الطبيعه الرياليتي دي، احولها الجي اس لنظام معلومات. تخش على الكمبيوتر في نظام معلومات، الطبيعه عليها ظواهر كتير، طرق، مناطق خضراء، بارسل، عليها مباني، عليها مصانع، عليها اشجار، عليها حاجات كتيره قوي. الحاجات دي كلها بنترجمها في لايرز، طبقات، وكل طبقة بتشيل معلم معين. ادي الشكل الاساسي او البسيط ان انا بحول اي طبيعة بحولها في نظام الجي اس. عشان تعمل الجزئية دي يبقى عندك لاير اهو، بيقول لك اللاير ده بمثلها اما بنقط ولاين وبوليجون، الكلام ده كله معروف. هنيجي هنا نتكلم على
آه اللاير الواحده ايه هي المكون الاساسي لللاير ده؟ الكومبوننتس الخاصه بالجيوغرافيك داتا، البيانات الجغرافيه دي بتتحلل لايه؟ عنصرين اساسيين، وهو ده صلب الجي اس. الجيومتري يعني البيانات الهندسيه المرسومه، والاتريبيوتس البيانات الوصفيه اللي في جداول. اي طبقه، طبقه الستريم دي ده كمثال، ممكن الطبقه دي تبقى بيلدينج، تبقى طبقه روتس، ايا كان يعني، طبقه سيتي. اي طبقه منهم، اي طبقه جغرافيه قلت انها جوه الجي اي اس بتتكون من حاجتين اساسيين، الجيومتري والاتريبيوت. الاتريبيوت دي هنرجع تاني للصوره اللي كانت معانا. الاتريبيوت دي اللي هي البيانات الوصفيه اللي مسؤول عنها قواعد البيانات، علم قواعد البيانات. والجيومتري البيانات المرسومه دي اللي مسؤول عنها المساحه الارضيه. يبقى انا علم المساحه هنا هيصطدم معايا بالجي اي اس، او هيمثل الجي اي اس في الجزئيه الخاصه بالجيومتري، انك تجمع بيانات مرسومه عن الرياليتي، عن الطبيعه. في ناس بتفكر ان الجي اي اس مجرد ان افتح برنامج الجي اي اس وارسم كده خلاص انا عملت نظام جي اس. الكلام ده غلط. هترسم معلم، هترسم ظاهره، هترسم حاجه معينه وليكن شارع، يترسم صح، يترسم مساحيا. يعني ايه صح؟ يعني يتحط في الكوردينات بتاعته، يتحط في الاكس والواي بتاعته، يتحط في اللوكيشن بتاعته، سميها زي ما تسميها. الحاجات دي كلها معناها ايه؟ معناها انك لازم تبقى فاهم مساحه عشان تفهم احنا بنقول ايه. بنقول اكس وواي، بنقول لوكيشن، بنقول كوردينات سيستم. لازم كل معلم يتحط في مكانه في الطبيعه. مين المسؤول انه يجمع لي الجيومتري داتا من الطبيعه ويجهزها لي عشان احطها جوه الجي اي اس؟ علم المساحه. لو انا مش ملم بالمساحه او المشروع كبير، بجيب مساح يعمل لي الشغل ده، بشتري من شركه مساحه الشغل ده، هي تبقى رافعاه. طب انا عندي الشغل بتاعي صغير ومش محتاج الكواليتي ده، يكفي بمعرفتك بعلم المساحه وبالاساسيات المساحه انك تبدا تجمع الشغل بتاعك من الفيلد سي مثلا بالجي بي اس، اذا كان الكواليتي بتاعه ضعيف، اذا كان هيبقى مش مؤثر على مشروعك، فتنزل انت بالجي بي اس تبدا ترفع الشغل بتاعك. او اذا كنت ملم باجهزه المساحه التوتال ستيشن تدوليت، تبدا تنزل تعمل انت الرفع المساحي بتاعك عشان تجهز الجيومتري. يبقى ببساطه كده علم المساحه انا محتاجه في الجي اي اس، لان هو ده المسؤول عن تجميع الجيومتري داتا، وقواعد البيانات المسؤوله عن تجميع الاتريبيوتس داتا. الاثنين مع بعض ده زائد ده يديك الايه؟ الطبقه اللي في الجي اي اس. انا هنا لازم ابقى عارف ايه في علم المساحه. اللي انا لازم ابقى عارفه في علم المساحه، لازم تبقى فاهم اساسيات، لازم تبقى فاهم اجهزه حتى لو ما تعرفش تشتغل عليها، تعرف المسميات بتاعت يعني ايه توتاليت، يعني ايه توتال ستيشن. لازم تبقى فاهم نظم الاحداثيات، ودي مهمه جدا جدا جدا. نظم الاحداثيات العالميه زي اليو تي ام، والنظم المختلفه. اليو تي ام اشهرهم بس في نظم كتيره. ولازم تعرف النظم المحليه الخاصه بالمنطقه بتاعتك اللي انت بتشتغل فيها. يعني اخواننا اللي شغالين في مصر يهمهم النظام المحلي المصري اي تي ام ومشتقاته. اخواننا اللي شغالين في السعوديه يهمهم النظام المحلي يعني العبد. فكل منطقه بتشتغل فيها يهمني انك تبقى ملم بنظام الاحداثيات اللي انت شغال بيه، لان هتقابل كتير وانت في الجي اي اس ان البيانات بتاعتك تبقى متعدده. يجي لك بيانات من مساح رافعها بنظام احداثيات معين، وهتكمل الجي اي اس بخرائط رقميه بنظام احداثيات مختلف، وهيجي لك حد ملف كاد سي او اي داتا تانية او ملف شيت اكسل فيه اكس وواي بنظام احداثيات تالي. فعشان تقدر تجمع الانظمه المختلفه وتعمل لها الكونفرت بروجكشن اللي انت هتعمله تحويل عشان تدخلها الجي اي اس، مش هتقدر تعمل ده لما تبقى فاهم مساحه. افهم اساسيات، تقدر تتعامل، يبقى فيه نقطه اتصال بينك وبين اللي هيشتغل مساحه. لكن الهدف الاساسي عشان تبقى فاهم انه اجهز الجيومتري داتا اللي هتخش الجي اي اس. في كورسات تبدا بكورسات مساحه صغيره، مبادئ مساحه، مبادئ علم مساحه، تبقى ملم بالموضوع ده. في كورسات متخصصه المساحه في الجي اي اس، وعايز تتطور من نفسك بعد كده وتاخد كورسات متقدمه في المساحه ماشي. لكن اذا كان المسار بتاعك والهدف بتاعك تبقى محلل نظم معلومات جغرافيه، مش لازم تدرس علم المساحه دراسه كامله. شكرا.